في الاجازه فقلت ازاي نبقى قاعدين كده فاضيين من غير ما نروح نصيف. فالمشكله ان الواحد ما كانش معاه فلوس، بس هنروح نصيف. رايحين دلوقتي الساعه 8 الصبح، هنروح اول حاجه 1980 في المعادي نجيب قهوه، وبعدها نعدي على سعودي نجيب شويه سناكس للطريق. فيلا بينا نبدا الرحله. دلوقتي جبنا الحاجات اللي كانت ناقصانا للطريق، فتوكلنا على الله. اظن كده واضح احنا مسافرين فين. بعد ما نعدي بوابات السخنه هتفضل ماشي لغايه ما تلاقي الكوبري ده، ومن هنا هتخش يمين من كارته تاني، وده المفروض ان هو الكارته بتاعت طريق الغردقه. بعد ما تعدي بوابه السخنه تفضل ماشي، بعد كده تخش يمين هتلاقي طريق قدامنا اهو هصوره لكم، هتلاقي الجبل على يمينك والبحر على شمالك. هناك هننزل الميه بس كده. في الموضوع ان المسافه من القاهره للسخنه تقريبا ساعه ونص، ففكره انك تروح وترجع في نفس اليوم مش هيبقى الموضوع مرهق قوي زي ما انتوا فاكرين. اسمه ملفات السخنه. زي ما انتم شايفين البحر ورانا، الجبل قدامنا.
مكاننا بعد ما لقينا ان في شط بعدنا مفيش 100 متر، وكان شط رملي، فاسهل ان الواحد ينزله يعني من غير ما رجليه تتعور. فممكن بعد اللي احنا رحناه ده على طول تروحوا ده، وبرده في مكان منزل للعربيات تكون قريب منه. بس نتحرك نرجع تاني على القاهرة، اصور لكم بقى الطريق واحنا راجعين. حاجة تاني مهمة برضو لازم تكونوا عارفينها، ان الطريق ده هو ضيق رايح جاي، فكله منحنيات، فنحاول يعني ان احنا نسوق براحتنا يعني. لسه مروح دلوقتي. مشوار لذيذ ومش صعب اوي. الفكرة بس ان انت بتسوق ساعة ساعة ونص، بعد كده بتنزل المية على طول، بعد كده بتمشي ساعة ساعة ونص تاني عشان ترجع تاني القاهرة. فلو سواقة وكده الموضوع بيكون متعب شوية، وانت لسه طالع من المية والشمس في نفس الوقت، فالموضوع بيبقى صعب حبة. لو رايح بعربية وكده يعني يفضل يكون معاك حد يساعدك في السواقة والكلام ده. لو رايح مواصلات يبقى أحسن، أنا شايف ده يكون أفضل يعني. عموما تجربة سهلة سريعة. كده انتوا لسه قاعدين؟ الفلوج خلص خلاص، اشوفكم الفلوج الجاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا مع السلامة.